اوكي، صباحكم الله بالخير وصباحكم خطافيه وصباحكم بعد شوي راح ياخذون مني الكاميرا. اوكي الصيد ايه الصعب، راح يخلون تصورين في MBC 1. يا جماعه الوضع انه تفتيش وكذي، فالحين بصور لكم I'm sorry اذا الهواء وايد قوي. الى MBC. اوكي اهلا فدوى جت لنا. يلا هاي لكم وحشه. اوكي شلونك؟ تمام اشتقت لكم والله. تفضلوا. يا جماعة الخير، تو طلعنا عشان نشوف خلف الكواليس، او ان احنا نكون خلف الكواليس. اوكي ونشوف شو اسمهم؟ ابوي لولو لا توهق، بس اعرف اللي جايين. من الثاني؟ سوري هاني. اوكي ما اعرف الاسامي. اوكي لان مو متابعه جيده حق التلفاز. اوكي حاليا احنا داخل، يعني ما لكم شغل بالعفسه، لان هني يحطون الاغراض واحنا ناطرين لان ما نقدر نطلع برا واحنا نبي نسولف. فلولو بسألك سؤال، هل تشوفين نفسك مذيعة ناجحة؟ أقصد مذيعة فاشلة. لا طبعا محاورة ناجحة. لا يعني مذيعة، يعني تحقين؟ مذيعة الإذاعة. شلون يعني مذيعة؟ يعني أحس صوتي بدون صوت أكثر. بدون صورة. اي بدون صورة. أحس أنت نشرة الأخبار ترحب بكم تلفين. نعم. دقيقتين 3. طبعا يا جماعة الخير ناطرين المقابلة الحين راح ندش. انزين ففدوى تقول لنا انه راح تحط لولو وهي طاحت بمكان، قسم بالله خوفكم انا اقشي ضحك بالمقابلة. خوفكم اكركر. جاهزة للطيحة؟ ايوه جاهزة؟ تتميلها شبح. المهم فناطرين ورانا شو اسمه استديو، وحدي مشتطة على طيحة لولو. وكيف تم اختيار لولو وحصة؟ أنا كان لازم أختار بنات بيحبوا السفر، لأنه حسافر وأول مرة حيسافروا معي بنات مغامرات بيحبوا السفر بيحبوا. فأولا طلعت معي لولو وحصة بيحطوا مغامراتهم، فمشان هيك اكتشفتهم. ما شاء الله عليهم مش مقصرين، يعني كمان هن بيسافروا لحالهم بهذا. فمشان هيك تحمست وحكيتهم وهم انبسطوا لما حكيتهم، كان كتير جاوبوا معي على السريع. جميل. مشت الرحلة. اوكي من ناحيتي التجربة جديدة بالنسبة لي، لان انا ولولو دائما نسافر بروحنا. انزين وبنفس الوقت يمكن يعني مرات نتعامل ويا نفس الدولة، بس هالمرة أول مرة نتعامل كشركة. نعم. زين فهالشيء وايد شدنا وحبينا نكون وياه ضمن فدوة يعني. جميل. حلو. ما في شك طبعا دائما سفرات البنات هي أحلى سفرات، للي ما جرب يجرب وراح يعرف المعنى والخلصة. طبعا وايد أشياء. المغامرات طبعا، لأن أنا وحصة وايد نحب شيء اسمه مين مغامرات. فيكم اللي طاحت؟ للاسف ان انا المشكله ان تحدينا فجاه وانا تكمل ويانا المرحله بس ما كملت. انسحبت. سحبت. عارفه ليش حنسحب يعني، ما بدي يصير معي مثل ما صار مع لولو يعني. بس المغامرات بشكل عام وايد نحب، حتى الفيو لما ركبنا القارب وسقنا فيه كانت تجربه وايد حلوه. حلو. عندكم حد معين مثلا لا في شيء مستحيل نجربه ولا كل شيء مفتوح بالنسبه لا بالعكس احنا نحب الاشياء المجنونه، يعني بانجي جامب، طب سكاي دايفنج، يعني عادي مفتوح الوضع. هم مغامرات كثير وانا خوافه يعني مش كثير مغامره، فبكل ما بنصير نعمل مغامره بيتحدوني، يلا فدوى احنا ضدك. فانا بعمل حدي وبقول لهم شكرا كملوا انتم، يعني ما بقدر. حاسه كثير انبسطت بالثلج. انا فاكره كان عجبك الثلج اول ما طلعنا على الجبل. من ناحيتنا انا ولولو نحب دائما نطلع بفيديوهاتنا اشياء جديده الناس ما راحوا لها. يعني من ناحيه احنا العرب نحب نروح اكثر مكان، اول ما نسافر اول ما نشوف السوق خلاص ندش نقعد فيه طول اليوم. صحيح. انا ولولو شنو نحب نوري الناس يعني اشياء هم ما راحوا لها. مثلا عندكم لو نقول بريطانيا، شنو يعرفون بريطانيا؟ اول ما يسمعون بريطانيا راح يطرب بالهم لندن. نعم. بس صحيح. لكن في اماكن وايد يعني كثيره وفيها مقامرات، ويعني المفروض يروح لها اكثر بس من كل يوم يعني. او طبعا اول شيء نحدد الميزانيه طبعا. اول شيء، ثاني شيء احنا نصور وعندنا يوتيوب، فاول شيء كاميرات اهم شيء يطلعون قبل احنا نطلع من بيتنا. اليوتيوب خلاص صار قناه. ايه احنا قناه يعني ما شاء الله يشوفونا 30 مليون. حلو ما شاء الله. فيعني قبلها لازم كاميراتنا تطلع قبلها، وهم نعد الجدول نحط شنو بنسوي اولوياتنا. طبعا احنا نحب نستانس بكلتا الحالتين، يعني نحب نتسوق، ماكو بنات ما يحبون يتسوقون، والجانب الاخر ان نحب نسوي مغامرات، يعني نعيش تجربتين مع بعض. انا اظن ان رحلتنا غير هي من اسمها
احنا رحلتنا غير، فانا اظن انه راح تضيف لنا كثير من الجوانب، سواء ان احنا تعاملنا مع شركه MBC واحنا فخورين بهذا الشيء، او ايضا تعاملنا مع الناس والناس شافونا كوجه اعلامي ومشاركين في MBC. ايضا الى جانب ان احنا استفدنا كثير من هذه الرحله وعشنا تجربه مثل تلفزيون الواقع نقدر نقول من خلال الاشياء اللي طرحت في الفيديوهات. اكيد التوفيق يا رب، نتمنى لك رحلات موفقه وسعيده. شكرا حصه ولولو على وجودكم معنا اليوم، ونتمنى لكم ايضا التوفيق في مغامراتكم القادمه ان شاء الله. شكرا ما قصرت. شكرا جزيلا. طبعا يا جماعه الخير تونا خلصنا من المقابله. يا جماعة الخير حاليا متوجهين إلى MBC 3 عشان نعيد الذاكرة. وأعترف يا جماعة، لا ما راح أعترف لكم هني إلا ورا اسمهم، أوكي؟ راح أعترف لكم اعتراف صريح، ويمكن أنتم بعد تعترفوا لي، بس خلونا نروح نوصل. وصلنا MBC 3 حق محبينها. MBC 3 أوكي كوايت، يعني ما راح أتكلم. أوكي صار لازم أتكلم. أتوقع ما أدري إذا هم يقولون تسالي أهل العالم، بس أتوقع صح على ذاكرتي. فهذه داليا ما أدري، والثانية كتبوا لي تحت بالكومنتات شو اسمها ما أتذكر. يلا راح ندش الاستديو. أهلين. هاي. أوه حدنا نتفة. عجيب. تذكروا الوايد كاميرا صورينا. يا جماعة الخير أنا بعترف لكم اعتراف إن خطافية كانت مشاركة في عيش سفاري الجزء الأول، بس ما اختاروني. ثانك يو وايد MBC. أوكي. ما اختاروكي؟ لا تخيلي. هلا ما بتعرفني. المفروض أنا الحين تاخذوني مذيعة. أهلين، معاكم حصة الخطاف الملقبة ب خطافية. معاكم لولو الخطاف، ودايم ينادوني لولو. واحنا الحين بالطيران الاماراتي، طايرين من دبي لميونخ، وراح ناخذكم ويانا في تجربه جديده لكن في طيران 380 مع طيران الاماراتيه. راح ننطلق من أول مكان من ألمانيا إلى جبال الألب. راح نبدي أول مغامرتنا مثل ما قلت لكم حصة شو اسمها؟ سوس بتشي. إيه يا جماعة أنا يلا يعني أنا يلا أنطق الكلمة، بس الحين إن شاء الله راح نروح فوق وراح يصير يعني أكشن ومغامرة، وراح وقع يصير برد شوية، فإحنا لما نصعد فوق الحين راح وين في جاكيتات. اي بس لما نمشي راح ناخذ. اي راح يعني راح نتفتسي. اي تراولي لا يلا الحين راح يجي كهو هني، فراح نصعد ترفريق نلقاكم فوق. احنا وين رايحين؟ الحين صاعدين كم مدة قالوا لنا؟ 10 دقائق. والله لوننا حلو صدقين. صاير بروز بالكاميرا. ف10 دقائق وراح نوصل. والله وهذه فدوى مذيعة في صباح الخير يا عرب، وهي تقدم فقرة السفر، فسي هاي مرة ثانية. هاي
بالمغرب يلا تعالوا سافروا معنا، لازم دائما تتحمسوا تسافروا مع الخطر سيستم. لو بدكم تسافروا معي اهلا وسهلا. اذا قولي لنا هاي بالمغربي بس يعني بكلمه كذي. شنو عندك؟ شو نقول؟ السلام عليكم، مرحبا بكم، كي دايرين؟ شو اخباركم؟ نتمنى تكونوا عجبتكم هاي الفقره، ونتمنى انكم تكونوا مبسوطين على هذا الفيديو اللي يديروه. تحبون خطر سيستم؟ ايه تحبوها بزاف. لا تنسوا تعطونا احلى لايك. والله دخلنا بالغيم والله العظيم هاي كلها غيم. يعني انا حاطه ايدي هاي كلها غيم. يعني هذا حاسه مو برد بس يا جماعه والله يا جماعه فعلا اوفر برد يا جماعه الخير. جايبه جاكيت فلبس جاكيت حصه زين. شوفوا ضبطتها وضبطتها. برد والله. احنا قاعدين يطلع بحجم دخان بس احنا بالتلفريك، وهذا ترى كل يمين ويسار فوق وتحت كله ترى ابيض. من نوصل فوق راح يمكن يبين ويمكن لا، يعني كلش خلاص ما يبين الوجه. وصلنا إلى القمة، بقيت أزلق ومثل ما قاعد تشوفون ثلج يا ثلج. يا جماعة حدي مشتطل لأنه من زمان مو شايفة ثلج. آخر مرة شنو اللي بدبي، فهذا شيء طبيعي أصلي 100%. ثلج يا سيدي. قصة تقول انها اول مرة تشوف ثلج، ما ادري من زمان شايفة. اخر مرة تقول دبي مول يا حبيبة قلبي. انا يعني شايفة انا كنت بلندن وبريطانيا فكان يطق ثلج كل يوم، فانا اصلا مليت من الثلج. عشان كذي اول مرة اشوف ثلج، فاسمحي لي اختي. لولو تدرين ان احنا باعلى قمة في المانيا، وتعتبر هذه القمة من قمم او سلسلة شنو؟ نطقيها مرة ثانية. اتحداك. تسود شت ما ادري نسيتها. زين يلا بعد فلسفة لنا. تدرين ان هذه تعتبر من سلسلة جبال الألب؟ ودامنا انا يعني اقول لحظة لبسي نظارة، لبسيها. ايه فرج كذي خل اعدل نفسي يا عمي. ازيدش الشربيت دام انه يعني ادرس جغرافيا وكذي. تدرين ان الجبل اللي ورانا اعلى قمة في المانيا ولا ويطل على شنو؟ 4 دول يعني بتتفلسف واندقرت هنا. كملت والله على 4 دول: النمسا وشنو يا جماعة؟ ايطاليا والباقي باقي واحدة. لحظة، المانيا النمسا ايطاليا. سيرج جوجل يا جماعة، كتبوا لنا بالكومنتات. كتبوا لنا الدولة الرابعة اللي يطل عليها اعلى قمة هني في المانيا. راح نقول لكم على السريع وكملوا الرابعة. المانيا، ايطاليا، النمسا، كملوا الرابعة. حده بس كانت عجيبة هاللعبة. انت تشوفين هني ماكو شيء. لا اصلا انت لما تنزلي ما شفتش، تدرين اختفيتي. ايه هذا غيم بالهواء يعني. شوفي ابوي يعني ابوي لا ورانا ابيض. جولة جميلة هني بالسيتي سنتر، قاعد نشوف المحلات الموجودة. وبس إنه للأسف سكرون بكر يعني كالعادة نفس أوروبا وبريطانيا وكذي، لكن الأجواء وايد حلوة هني. يعني تجون شي مبكر مثلا تسوون تور بالجبل بعدها تجون، فالوضع وايد حلو. ايش اللي تناطلي وراي؟ زين فحصة مع فجوة هناك سابقيني. زين فالحين بنروح لهم. وعقب ما خلصنا من التور هني قاعد نكمل. اي بش اسمه هذا؟ ما ندري، هو شارع يعني. فدوة شنو اسم هذا المكان؟
عادي بس السنتر بس صح؟ اوكي اسمه سنتر مال قارمش. وحاليا احنا بالسنتر مالهم انزين وقام نتمشى وكان مطر حده قوي. هو للحين ترى في مطر قام نشوف اصلا بس قاعد يصير على الشاشه مطر. ايش عقب عقب ما تسكروا المحلات؟ اي لا قاعد نتمشى كانوا مفتوحين هم لا يعني هذا محل للحين مفتوح وكذي فقاعد نتمشى الاجواء حلوه وتقدرون يعني تشربون قهوه كذي دام الاجواء مره جميله.